اليوم مشكلتهم اللعبيه كي تعرفش تشوت ضربات جزاء. شو ينحطها برمضان مش ممكن. برمضان قلت دخوله غالط مليار في المياه. لعاون في اللعبه ويزيد يضيع ضربه الحسم. ومالي لا اعتقد انهم سيديرون الفرصه وتضيع. ما تنجمش تتاهل في كاس افريقيا. كرة من اللاعب توري. سيناريو دراماتيكي لتونس في مباراة كازابلانكا اليوم. توري ما يبعدش. توري يمشي. توري يتقدم. توري ويسجل. مالي تتأهل لملاقاة السنغال وتونس تخرج برا البطولة بطريقة غريبة وغريبة جدا. سيناريو قاسي وإقصاء مر والمنتخب التونسي ما حبش يربح. في مباراة دور 16 من كأس أفريقيا 2025 التي أقيمت اليوم 3 من يناير 2026 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، انتهت المباراة بين تونس ومالي بالتعادل، هدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي، ثم فاز منتخب مالي بركلات الترجيح 3-2، مما يعني خروج منتخب تونس من البطولة. وسجل فراس شواط هدف تونس في الدقيقة 89، وأدرك لاسين سينايوكو التعادل لمالي من ركلة جزاء في الدقيقة 96. ولعب مالي ب10 لاعبين منذ الدقيقة 26 بعد طرد وويو كوليبالي بسبب تدخل عنيف على حنبعل المجبري. وفي ركلات الترجيح تألق حارس مالي جيجي ديارا بصد ركلتين، وأهدر لاعبو تونس فرصاً حاسمة. منتخب مالي يتأهل إلى ربع النهائي، حيث يواجه منتخب السنغال الفائز على السودان ب3-1 وخسارة مؤلمة لنسور قرطاج الذين كانوا قريبين من الفوز في الوقت الأصلي. ذلك لبيسوما قائد المنتخب الذي أضاع ركلة ترجيح في هذه المباراة، لكنه تحدث بالكثير من العواطف عن تقبل الانتقاد، وتحدث بشخصية قائد وكيف كان لهذه المجموعة وتماسك هذه المجموعة دور في هذا التأهل الصعب على حساب تونس. بيسوما ما جاش أولا عشان في البطولة دي، في البطولة صح. أيوه ما جاش. المستويات اللي احنا كنا بنشوفها في الدوري الإنجليزي ما بيقدمش ربعها. الفريق ده يا كابتن محمد مبني على حاجتين مهمين قوي في البطولات المجمعة: الصلابة الدفاعية، فاهم، وارتكاب وانتظار أخطاء المنافسين ويستغلها. ومدرب ممتاز. ايوه طبعا مدرب ممتاز. والحاجات البدنيه، فريق بدني من الدرجه الاولى. مش سهل ان انت بعد نص ساعه في قدام تونس تلعب ب10 لعيبه، فاهم، ويجي فيك جول في الدقيقه مثلا 88 وخلاص وتروح على طول رده الفعل بتاعتك السريعه والخطا بتاع مرياح واستغلال طبعا واستغلال ضربه الجزاء. 4 ماتشات يا كابتن محمد جابوا 3 أهداف مالي، منهم ضربتين جزاء، وما كسبوش ولا ماتش. فاهم؟ هي دي الكوره. صحيح. هي دي البطولات المجمعه. ازاي تعرف امكانياتك وازاي تجهز فرقتك لكذا سيناريو عشان تقدر توصل. النهارده اهو 4 ماتشات بدون مكسب، وصل ربع النهائي هيلعب السنغال. فنجاح كبير لهذا المدرب اللي عنده خبرات كبيره وقدر يسير المباراه زي ما هو عايز. اعتقد يعني نجاح انه عنده ماتش صعب قدام السنغال، انما الماتشات اللي مع بعض الفرق اللي زي دي مع بعض ما تبقاش ما انا بقول لك نجح. 4 ماتشات ما كسبش، جاب 3 اجوال منهم ضربتين جزاء، 4 تعادلات. ايوه و3 اهداف يا كابتن معاذ في البطوله 0-0 مره و3 1-1. ايوه فهو ناجح حتى الان، وصل ربع نهائي وعنده زي ما قلت صلابه دفاعيه وقوه بدنيه، وعنده بعض الامور سينايكو بقى الموجود المهاجم بيستغل الاخطاء بتاع المنافسين، فيعتبر نجاح بالنسبه له. ودي بقى الحاجات اللي احنا بنحبها في البطولات الافريقيه. نتكلم على الفتره هذه كامله من الوقت الذي ياتينا ولم نسجل، هذا دليل انه احنا فشلنا في المباراه، معنى لم ننجح على جميع المستويات. بالنسبه لي انا شواط حقيقه قدم اضافه كبيره كما قلت، سعد كذلك قدم اضافه كبيره. يعني حنبعل يمكن 85 وكان جيد حقيقه. تغيير اكيد المدرب، ترجع للمدرب، هل هو تغيير من اجل انه ارهاق او كذا، لكن انا اعتقد انه بس هي كابتن لقطات خروج حنبعل عند خروجه تشعر
انه غاضب، يعني انه لم يكن يريد المغادره، صحيح. يشعر بانه يستطيع يعني تقديم هو مزيد. افضل لاعب، لان قبل خروجه بنص لا أريد دقيقه أن جرى أمرر. سبرنت وكان يستحق فاول على الخط. لكن لا شو لاحظ هو سهل انا معاك انه من المفروض ان يبقى حنبال. لا انا اقصد شعوره هو، أكيد. يعني اللي احنا أكيد. شاهدناه من وأنا لقطات إذا من رده كان- فعل إذا انه لا كان يريد ليس الخروج. لدي اي اشكال على المستوى الصحي، انا اعتقد التغيير فيه نوعا ما من المؤاخذات ولا يستحق ان يكون بالمباراه، لكن كذلك لا نريد ان نضع المباراه بمعنى ان نحمل يعني بالرمضان يعني المباراه، يعني وضع ركله ترجيح يمكن دخوله لم يكن يعني كما عدناه. بالرمضان هو لاعب جيد لكن لم يكن موفق في المباراه. انا ذكرني المباراه هذه مباراه نيجيريا في 2006، ولو انه احنا كنا افضل يعني اكيد في ركله الترجيح سجلنا الركلتين كنا الاولى سابقين باثنين وهم وما ضيعوا. ضاعوا ركلتين الاولى بعد خسرنا المباراه. فالاشكال المباراه كلها تريد ان تونس ان تنتصر في المباراه. سجلنا وساسي كابتن اللي كان عليه انتقادات كبيره قبل ساسي هذه افضل المباراه، لاعب قدم مباراه كبيره من افضل اللاعبين، لكن ساسي سبحان الله معنا في تونس ينتقدوه بشكل كبير اليوم لعب مباراه تقريبا بدون اخطاء، بدون تقريباً اخطاء لم يخطئ ويمنع في توازن. تمريره. الكرة قدم لابد ان يعطيك فيه لاعب توازن، لان هو لما يكون موجود مع الصخيري يحرر حنبال لما يكون موجود، او يحرر مثلا الغربي، او يحرر لاعب ثاني. هو ليس اللاعب على المستوى البدني، اكيد انه اقل مثلا حنبال الذي يركض في الملعب كامل. على فكره مرياح اليوم في دخول مرياح كذلك قدم له اضافه باستثناء يعني بعض الاخطاء يعني العاديه. حتى البيلنتي لم يكن بالمعنى انه بيلنتي، بمعنى البيلنتي هي الكوره هي نزلت في كل الاحوال. هو قدم نوعا ما مباراه جيده من الدخول، لكن ظروف المباراه ككل لم نستغل. قبل ان نتكلم على ركله الترجيح لم نستغل الفتره اللي كنا فيها احنا معنا ب 11 10، وهذا يعطيك لاحظ انا معناها انت تتابع في البطوله الافريقيه بشكل يعني حقيقه امكانياتنا اقل بكثير، من انتظارات جماهيرنا وانتظارات صحافتنا. يعني جماهير تونسيه تطالب بشيء معين، الامكانيات لا اقل من الطموح، اقل بكثير حقيقه. انا خاصة في الشق الهجومي حتى هجوميا ما عندكش لاعبين، ما عندكش صلاح، ما عندكش مرموش، ما عندكش اليوم اوسيمان، لوكمان، يعني عديد النجوم اللي قادرين حتى لو كان الفريق يكون مش في احسن حالاته يكسبك في المباراه. وانت شفت مباراه نيجيريا ما عندك زوج مهاجمين يكسبك في المباراه في الاخر. انا هنا مين يا كابتن محمد؟ احنا مع بعض اهو دلوقتي. انا هلاعب تونس اي منتخب، انا اهو مين اللي هيخوفني من تونس؟ انت تعمل له حساب منافسين ولا لعيب الصراحه. احنا بنتكلم على كلام جوده. اللاعب اللي لما يستلم الكره تشعر بخطر كبير لا نشاهده في البطوله، ولا حتى انت المنافسين اللي يعملوا حساب ما فيش. مصر عندنا صلاح ومرموش، تريزيجيه، المغرب عنده دياز الكعبي، الجزائر عد كثير، الجزائر عد واللي على الدكه السنغال. احنا بنتكلم على فرق عندها جوده عاليه. التلت الهجومي مش بتاع مدرب بس، التلت الهجومي بتاع جوده وموهبه. الادوات هي يا موجوده يا مش موجوده. المدرب بيخلق مواقف هجوميه في التلت الهجومي وانت وجودتك وانت وموهبتك. تونس ما عندهاش دي، الجيل الحالي ما عندوش. اللي يعمل لك الحسم والفرق في التلت الهجومي مش موجود، ولا 9 ولا 10 ولا 9 ولا 10. فالمدرب يعمل ايه يا محمد؟ يخلق مواقف طبيعيه، شغل عام، وتيجي بقى انت وحظك. حتى الاطراف ما شفنا واحد يعني سوبر ستار في الاربع مباريات، كان في اجتهادات. حتى في الكرات الثابته النهارده كم كورنر جه لتونس؟ كثير. كم فاول على هنا وهنا؟ كثير. كله لازم واحده. ما هم طوال، العب قصير، العب على 2، العب على حاجه. الحاجات دي ماشي تمشيك، انما ما تحسملكش ماتشات كبيره في ادوار متقدمه من البطوله. فالناس بتضخم الامور. توانسه بيحبوا المنتخب افضل حاجه، بس هناك جوده، هناك انا عندي واقع. الواقع بيقول لي ان الجوده الهجوميه اللي موجوده عندي ما تودينيش لبعيد، بس ما تخرجنيش من دور ال 16 برضه. بظروف هذه المباراه كان عندك الفرصه ان انت تعدي لربع النهائي.